السلام عليكم. مرحبا بكم أخواتي إخواني في قناتي الثانية Everything with هبة. تجويف منطقة تحت العين هو ما يسمى بالحفر تحت العين، من أكثر المشاكل التي تخطف جمال المرأة وجاذبية عينيها، حيث تسيء هذه التجاويف إلى ملامح الوجه وتجعل المرأة تبدو أكبر سنا من عمرها، كما أن خدع المكياج لا تستطيع تماما إخفاء هذه الحفر الغائرة حول العين، وأيضا هذيك الجيوب والانتفاخات، وأيضا التجاعيد حول العين. طبعا هذا المشكل له أسباب. أولا، إذا كنت لا تنامين ولا تأخذين قسط وافي من النوم تخلق لك هذه الحفر وهذه التجاويف. ضروري من النوم الصحي، لأن السهر الطويل والإرهاق يتسبب في ظهور هذه التجاويف بشكل عميق حول منطقة العين. لذا إياك أن تهملي هذه النقطة. ضروري من النوم الكافي، على الأقل 7 ساعات أو 8 كل ليلة. أيضا الترطيب، ضروري من ترطيب المنطقة كل ليلة بالكريمات الطبيعية أو الزيوت الطبيعية. لا تتركي المنطقة تجف، دائما رطبيها. اشربي لترين من الماء يوميا، تناولي الخضروات، وطبعا هذه النصائح للنساء وللرجال. ضعي الماسكات الطبيعية لمنطقة حول العين لشد المنطقة وتغذيتها، وأيضا مارسي تمارين شد منطقة حول العين والتخلص من هذيك التجاويف والحفر والجيوب تحت العين، وأيضا التجاعيد والترهلات والهالات السوداء. ممارسة التمارين يوميا يحفز تكوين مادة الكولاجين، لأن الدم والأكسجين سوف يتدفق إلى المنطقة باستمرار، يجعلها مشدودة، لأنه يحفز تكوين مادة الكولاجين التي يحتاجها نسيج البشرة. اليوم حضرت لكم أنواع من الوصفات، كريمات وماسك لمنطقة حول العين للتخلص من الحفر، تجويف العين، العيون الغائرة، التجاعيد حول العين والهالات السوداء. تضرب لك عدة عصافير بحجر واحد. الكريم الأول نحتاج إلى الفازلين. أي نوع فازلين متواجدة عندك استعملها. الفازلين لها خصائص ممتازة في ترطيب منطقة حول العين. نضيف لها زيت جوز الهند المتواجدة عندك، يا حبذا لو كانت تكون الأصلية. نضيف لها جل الصبار، جل الألوفيرا إذا كان متواجد عندك يا حبذا، وإلا استعملي الكريم الموالي. جل الصبار إذا ما عندكش جل العبوة استعملي جل النبتة. نحتاج أيضا إلى زيت الفيتامين إي، لا فيتامين أو، الفيتامين ها. هذا الكريم يرطب لك منطقة حول العين ويساعد في التخلص من هذيك الحفر والتجاويف، طبعا مع استعمال تمارين اليوغا اللي راح نحكيها لكم في نهاية الفيديو. تمارينات ويعني لشد المنطقة وتحفز تكوين مادة الكولاجين. رطبي أولا المنطقة واستعملي هذيك التمارين، تحصلي على نتائج ممتازة والمداومة تعطي نتيجة. نضع القليل من زيت جوز الهند مع القليل من الفازلين، ونضيف لها القليل من زيت الفيتامين إي أو كبسولات الفيتامين إي، لا فيتامين أو، الفيتامين ها. أخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على كريم. هذا الكريم نتركه جانبا ونحكي لكم طريقة استعماله فيما بعد. ننتقل الآن إلى الكريم الثاني. الكريم الثاني نحتاج إلى زيت الزيتون البكر، لها خصائص ممتازة في إزالة التجاعيد حول العين، الترهلات والتجاويف. نضيف لها زيت الفيتامين إي أو كبسولات الفيتامين إي، ونضيف لها أيضا زيت الخروع وزيت اللوز الحلو، يا حبذا لو كانت تكون عندك الزيوت أصلية، وأيضا زيت جوز الهند. اجمعي المكونات جميعا من أجل أن تتحصلي على كريم. هذا الكريم صالح للاستعمال حتى تنتهي الكمية، فقط خبي هذه الكريمات في باب الثلاجة. كثرة الترطيب الليلي أو النهاري لمنطقة حول العين، وعدم الإجهاد، وعدم الجلوس الكثير أمام الكمبيوتر، وعدم ترك المنطقة جافة، وشرب المياه الكثيرة يخلصك من هذه التجاويف والعيون الغائرة. وأيضا الرياضة، لازم تحفزوا جريان الدم والأكسجين في المنطقة. وطبعا الرياضة لمنطقة حول العين هي عبارة عن تمارين للشد، اسمها تمارين اليوغا، هي مضادة للتجاعيد وللتجاويف تحت العين. بعد إزالة المكياج يوميا طبقي هذا الكريم سواء الأول أو الثاني.
طبعا ضعيه بنعومة ولطف على منطقة حول العينين كاملة، واستعملي الطبطبة والمساج الدائري بلطف ونعومة، خصوصا الطبطبة لتحفزي جريان الدم والأكسجين، يعني يتدفق، تجعليه يتدفق في المكان. كرري هذا الكريم يوميا، استعمله واختاري طبعا المتواجد عندك من هذا النوع من الكريمات. إذا استمريتي على الكريمات يوميا وتدهنيها بالطبطبة والمساج الدائري، تجعل العين تنشط، خلايا العين تنشط، لا تبقى ذابلة، وهذاك التجويف يعني العيون الغائرة تبدأ تنتعش من جديد. طبعا لما تستعملي هذه الكريمات، استعملي هذه التمارينات يوميا 3 مرات، لا تكلي ولا تملي، لأنها تعطيك نتائج ممتازة. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية. عندنا مسحوق الأرز. مسحوق الأرز ممتاز كاستعماله ماسك للمنطقة. ضيفي له مسحوق اللوز. مسحوق اللوز أيضا يعطيك التفتيح، يزيلك الهالات السوداء ويعطيك الشد لأنه غني بالفيتامين إي. نضيف له القليل من الكركم. الكركم مضاد للتجاعيد ومفتح للون ويغذي منطقة حول العينين. نضيف له قليل من العسل. العسل الطبيعي الصافي مضاد للأكسدة، يفتح منطقة حول العين ويشدها ويغذيها ويزيل التجاويف والتجاعيد. ونضيف القليل من الحليب لجمع المكونات. اجمعي المكونات جيدا وأخلطيها واصنعي منها ماسك. طبقي هذا الماسك على منطقة حول العينين يوميا لمدة 20 دقيقة، وأزيليه طبعا بقطنة مبللة بماء دافي، وكرري العملية بمكعبات ثلج أو ماء بارد لشد المنطقة، ورطبي. ضروري من الترطيب لكي يعني تجعل المنطقة مشدودة وجميلة. ننتقل الآن إلى الماسك الموالي. عندنا القهوة العادية المتواجدة في بيتك. ضيفي لها العسل، ضيفي لها زيت الفيتامين إي أو لا فيتامين أو، الفيتامين ها. اجمعي المكونات جيدا، تتحصلي على كريم. خبيه في باب الثلاجة صالح للاستعمال ل10 أيام. كل لها طبقي هذا الماسك على دائرة العينين كاملة، اتركيه لمدة ربع ساعة، وأغسلي ورطبي. الطريقة هذه تزيل لك الهالات السوداء وتشد لك المنطقة والتجاعيد والترهلات والتجاويف والحفر مع التمارين. طبعا التمارين أخواتي بهذه الطريقة. بعد استعمال الكريم المرطب لمنطقة حول العينين، ضعي أصابعك هكذا كما يظهر في الصورة، واستعملي التمارينات التالية من أجل تدفق الدم والأكسجين. هي الطريقة. افتحي عيونك جيدا وابدأي بتطبيق هذا التمرين، هكذا تجعل الدم يتدفق والدورة الدموية تجري في المكان. وابدأي في غمضي عيونك بهذه الطريقة، كأنك ترمشي عيونك وتفتحيها بسرعة طبعا، والجفون مشدودة طبعا، وأصابعك بهذه الطريقة. أيضا استعملي التمرين الثاني هكذا. تكرر هذه التمارينات 50 مرة صباحا و50 مرة مساء. أيضا ضعي أطراف أصابعك بهذه الطريقة كما يظهر في الصورة. انظري إلى السقف وارفعي الجفن السفلي إلى الأعلى، ولا تقفلي العين تماما. اضغطي كأنك سوف تقفليها وأنت لا تقفليها، ثم ابقي ضاغطة إلى الأعلى، واستمري هكذا لثواني واسترخي. ثم أعيدي التمرين مرة ثانية واسترخي، وأعيديه المرة الثالثة واسترخي. واعملي طبطبة على منطقة دائرة العينين كامل من أجل جريان الدم، لأن المنطقة تحتاج إلى تدفق الدم والأكسجين. هكذا بالطبطبة. واعملي أيضا مساج من الداخل إلى الخارج، من الداخل إلى الخارج بهذه الطريقة. طبعا كل تمرين تلاحظيه في الفيديو استعمليه 50 مرة صباحا و50 مرة مساء، وضعي في المدة تدريجيا. ثم ضعي بهذه الطريقة أصابعك وأغمضي عينيك كأنك تشدي إلى الوسط من بالجفن العلوي والسفلي، لكن لا تغمضيها، واسترخي. ثم كرري العملية واستمري لي مثلا نصف دقيقة واسترخي، وهكذا كرريها حتى تكملي العدات كاملة.
إذا تحملتي أكثر استمري أكثر. الطريقة هذه تشوفوا تشد المنطقة وتزيل هذيك التجاويف، ثم اضغطي على الجبهة وانظري من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل. ارفعي فقط الجفون. كرري هذه العملية يوميا مع الوصفات والكريمات، تتحصلي على نتائج رائعة وتتخلصي من التجاويف والحفر. شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء. سلام.